هو ايه هو ظاهرة الابتزاز الإلكتروني؟ اولا خليني اقول لك معلومه مهمه جدا، الا وهي ان الحريه مش ان انت تعملي اللي انت عايزاه، لا، الحريه ان انت ما تعمليش اللي انت مش عايزاه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو ايه تعريف كلمه الابتزاز؟ بالخلاصه الاستغلال. طيب يعني ايه بقى الابتزاز الالكتروني؟ هو عباره عن تهديد او ضغط باستخدام صور او مقاطع او معلومات خاصه عبر الانترنت. ليه؟ للحصول على مال او خدمه او علاقه. هو عايز حاجه من ثلاثه: يا فلوس، يا علاقه غير شرعيه حرام من الاخر، او خدمه عايزك تخدميه في حاجه انت هو مش قادر يعملها. طيب بيستغل ايه؟ بيستغل مشاعرك او بيستغل خوفك او بيستغل الحب اللي جواكي. يبقى دي كده حاجات اساسيه. هو حرام؟ اه طبعا. ليه؟ لان الله عز وجل قال: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وقال في سورة أخرى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب هو لما بياخد منك الفلوس ده كده بياخدها بغير وجه حق، ولما بيعثى في الأرض مفسدين يعني بيعمل إفساد في الأرض عن طريق علاقة غير شرعية أو عن طريق إنك بتعملي له خدمة غير شرعية. وكل ده من الحرام اللي ربنا والنبي نهى عنه. بالنسبة للجانب الإنساني، علماء النفس بيأكدوا إن الابتزاز ده بيؤدي إلى صدمة نفسية واضطراب وقلق، بيقود في النهاية إلى اكتئاب حاد، لعلاقات سامة، بيوصل الإنسان إن هو والعياذ بالله يسم نفسه أو ممكن يقتل نفسه. كده خليني دايما افكرك واقول لك ان الابتزاز ده مش جريمه بس، لا، ده قتل بطيء للروح وللنفس، ولذلك انت ما تسكتش. طيب هو علماء النفس لما جم يتكلموا على ان الشخص المبتز ده اللي هو اللي بيبتزك، هو ليه بيعمل كده اصلا؟ هو حاسس بايه؟ إيه اللي بيوصله للمرحله دي؟ علماء النفس بيقولوا ان الشخص بيعمل كده لانه هو بيكتشف الضعف العاطفي في الشخصيه اللي قدامه، اللي بتخلي منه فريسه لاي انسان ممكن يفترسه. ولذلك لو سمحت انا عايزك تراجع الفيديوهين اللي انا اتكلمت فيهم عن الفراغ العاطفي واللي اتكلمت فيهم عن ظاهره الحب الاونلاين. يا اخوانا لازم نركز ان الراجل اللي بيعمل كده ده بيستغل الخوف وبيستغل المشاعر الداخليه اللي جواك. ممكن تكون طالع من علاقه او مكسور، او ان انت حاسس انك قاعد فاضي مش عارف تعمل حاجه، فبتخش بقى على مواقع التواصل والجروبات والمواعده والكلام ده كله، بتخش تتكلم وانت بتخش تتكلمي براحتك. هو بيستغل الحته دي فيكي. للاسف انا قلت قبل كده 70% من الاكونتات الفيك اللي اتعملت بعد كورونا للاسف 70% غير صحيحه، لكن الشباب يعني عمال يلهث ورا السراب وهو مش عارف ان هو فعلا بيجري ورا فيك وحاجه مزيفه. حاجة تانية ذكرتها الباحثة واحدة اسمها مارتن دوف، بتقول إن الشخص المبتز ده اللي بيبتزك هو بيصمم وبيولد عندك حاجة اسمها الإحساس بالعجز. إيه هو الإحساس بالعجز؟ اللي هو بيوصلك لحاجة اسمها إن مفيش غير الطريق ده، يا إما تعمل له اللي هو عايزه يا إما هيقفل لك كل الأبواب قدامك عشان تنفذ له اللي هو عايزه. وده بيرجعنا الكلمة اللي ابتديت فيها، إيه هي؟ الحرية مش إنك تعمل اللي أنت عايزه، الحرية انك ما تعملش اللي انت مش عايزه. خلاص يا شباب، عشان نختم الفيديو ده، ان الاستغلال او الابتزاز الالكتروني هو في الاغلب بيبقى ضعف منك انت. عندك حالة ضعف عاطفي، او عندك وقت فراغ طويل، او عندك نقص، او عندك احتياج، او عندك اي حاجة مخلياك تقعد توصل للمرحلة دي. الخلاصة استغلال لضعف او فراغ داخلي مش منضبط يوصلك لحالة تدخلها، ألا وهي مرحلة اللاوعي، اللي بتدخل ما بتبقاش عارف لا تاكل ولا تشرب ولا تنام، وعقلك دايما شغال 24 ساعة، اللي هي علماء النفس بيسموها الاحتراق النفسي الذاتي. طب نعمل ايه علشان نحل الموضوع؟ حل يا شباب ان انت لو تعرضت لموقف زي ده، او انت يا البنات واغلبه بيكون في البنات، ان انت تذهبي لاقرب مركز شرطه او تتكلمي مع الامن السيبراني او الشرطه السيبرانيه تبلغيها بالموضوع. ما تقوليليش انا هتفضح، انا هيحصل. انت اللي غلطتي وانت اللي لازم تدفعي جريمه غلطك. سواء هو مسك عليكي حاجه او ما مسكش، هو جبان، هو خواف، هو مش يقدر يعملك اي حاجه، هو شخص مضطرب، شخص نرجسي، شخص عنده اضطراب، شخص مريض نفسيا، شخص عنده نقص. اللي زي ده بيبقى جبان جدا، واول ما يعرف بس كده او الشرطه تاخد خبر ان هو عمل كذا او وصلت له، هيهرب ومش هيقدر يتعرض لك تاني. مفيش حلول تاني ان انت لازم توصلي لاقرب مركز شرطه متعلق بالامن السيبراني وتبلغيهم، لانه مش هيسيبك، هيفضل ينهش فيكي وهيفضل يستغلك. ولو انت مفكره انك لو اديتي له فكره او اديتي له علاقه او لو اديتي له فلوس او لو اديتي له اي خدمه هو عايزها هيسيبك، انت بتبقي واهمه. مش انت لوحدك اللي غلطتي، كلنا نخطأ وكلنا نصيب، وخير الخطائين التوابون. بس كده خلصنا. يا ريت اكون قدرت اوصل الموضوع بشكل سليم زي ما هو موجود في الارض الواقع، وما خفي كان اعظم. شكرا.